السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هقدم لك تردد قناة بين سبورت المفتوحة. القناة دي شغالة مؤقتا، هتشتغل وقت الماتش وتقفل تاني، وهي ذات مباريات قبل كده. وبالنسبة للقناة الجزائرية اللي احنا نوهنا عليها في الفيديو اللي فات انها تذيع مباراة مصر، فطبعا ما ذاعتش ماتش مصر. انا طبعا بقدم لك المعلومة بوريك القناة اللي ممكن تسمع عليها الماتش، لكن القناة ذاعت او ما ذاعتش دي ما تبقى من المصدر نفسه. بس القناة النهاردة ان شاء الله دي هي اللي اعلنت انها تذيع مباريات مصر القادمة، مصر ونيوزيلندي ومصر وايران ومنتخبات العربية. القناة دي مفتوحة شغالة مؤقتا، تفتح عندك هتلاقيها ستارة سودي، بس وقت المباراة هتلاقي المباراة اشتغلت وبعد المباراة هتلاقيها قفلت. القناة دي طبعا على النايل سات مفتوحة من غير شفرة، تقدر تنزلها بكل سهولة. طبعا هوريك الطريقة زي ما احنا عارفين. أول حاجة تمسك الريموت، تيجي على زرار المنيو، احفظ شكل الكلمة، لأن ممكن الزرار تلاقيه في الأول أو في الآخر. تمام، مش هتفرق، بس المهم إنك تبقى عارف إن ده هو المخصص للقائمة. هتضغط عليه. طبعا أيا كان شكل القائمة عندك في الرسيفر هتجي على كلمة التركيب زي ما تعودني. هنجي على كلمة التركيب، هنضغط اوكي. بعد ما نضغط اوكي هتخش على كلمة قائمة الترددات، هتضغط عليها اوكي. لو ما فتحتش عندك وجابت لك مربع فيه 4 خانات فاضية هتحط فيه 4 اصفار. لو ما جابتلكش ودخلت على طول على الترددات كده يبقى انت تمام. اول حاجة هتعمل ايه، هتضغط على الزرار الاحمر الصغير اللي هو في الالوان. تمام، بعد ما ضغطنا عليه هتجيلك القائمة دي. طبعا الزرار ده اللي هو من خلاله بتضيف التردد طبعا هو 12 2 4 5 12 245. هتنزل تحت شوية هتكتب 27 500. طبعا التردد اصلا عمودي، الاستقطاب بتاعه عمودي. لو كان عندك جهة كلمة افقي تقدر تبدل بالزرار معلي وطي ولا غير معاك القطبية. فالمهم هتخليها عمودي وهتروح ضاغط اوكي. تمام، لو قال لك كلمة مرسل موجود تمام هيوديك على التردد على طول، هو التردد اهو. تمام، لكن لما قالكش موجود هتلاقيه في اخر الترددات من تحت. بعد ما ضفنا التردد هتضغط على اوكي. تمام، هياخد معاك علامة صح. بص هنا هيجيك علامة صح.